سلام البنات، مرحبا بكم في قناة مطبخ زهرة. راح نشارك معكم اليوم أول فيديو ليا في القناة. فضلا وليس أمرا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. هيا نبداو. باش نبداو نحضروا الطبق تاعنا نحتاج إلى قطع دجاج، أي دجاج يكون عندكم، ماشي لازم واش عندي أنا. بصل مفروم، هنا عندي حمص طايب، بطاطا مقطعة إلى مكعبات، توابل، عود قرفة وملح وزيت. اول حاجه نبدا بها قبل ما نبدا الحرج تاعي، في كسرونه درت فيها ماء، بعد ما غلا حنضيف الملح باش ندير البطاطا تاعي طيب، باش طيب لنا بنينه، باش من بعد اذا خصنا الملح نزيدو شويه حسب الرغبه ونخلوها طيب. نروح للطنجره تاعي ندير لها الزيت، بعد ما سخنت طبعا نضيف البصل، خليه يتقلى شويه ونضيف الدجاج على نار هادئة. بعد ما تقلى لي الدجاج والبصل نضيف الملح حسب الرغبة، كركم، فلفل أسود، توابل دجاج وعود قرفة وزنجبيل. هذا واش درت، ونخلوهم يتقلاو مليح. بعد ما تقلاو نمرق بالما يكون سخون ماشي بارد كما راكم تلاحظوا، ونقصلو ونغطي عليه. من جهة أخرى بعد ما طابت لي البطاطا نكون رحيتها، ضفت لها مغرف خبز مرحي وفلفل أسود، وهنا كان عندي جبن مثلثات، أي نوعية جبن، وهذاك جبن كاري، والجبن المبشور اللي راح نحشي به الحبة تاع البطاطا. هنا بعد ما غلا يعني عقدت المرقة ضفت الحمص باش نرمد البطاطا الكريات تاعي. عندي خبز مرحي، بيض وفرينة كما راكم تشوفوا. درتها امبول، عمرتها بالفرماج وعاودت غلقتها، رمتها في الفرينة ومن بعد بيض ومن بعد خبز مرحي. نخلوهم يبردوا شويه باش نقلوهم، والزيت لازم تكون سخونه باش ما يتحلوناش في الزيت كما راكم تشوفوا. بعد ما تقلاو هامليك زدت قليت معاهم الدجاج هذاك اللي طاب، وهاوليك الطبق تاعي كريات بطاطا بالجبن. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ونتمنى تشتركوا في القناه وتجربوه. الى اللقاء.